بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم أصدقائي في قناتكم قناة حيدر الاقتصادي. في البداية لا تنسونا باللايك والاشتراك ليصلكم كل جديد. احنا اليوم عندنا تجربة جديدة وفقرة من فقرات عملية الإنتاج الزراعي وتقويته وكيفية وضع البذور السماد الكيميائي. احنا عندنا هذا الداب المحبب اخوان، هذا الداب المحبب نيتروجين، شوفوا 50 كيلو 50 كيلو. هذا ايراني، هذا داب اخضر ايراني، هذا عراقي ابيض عراقي. هذا الكيميائي راح نوضعه كمساعد او تنشيط عملية الانبات للمحاصيل الزراعية. راح نوضع هاي الاشجار وهذه المحاصيل الحقلية البانية، وهذه أشجار رمان، وعندنا أشجار تين صغيرة، وهاي الرمان استوها قاعد ينمو. وهاي عندنا بعض الأشجار موجودة، المهم المحاصيل الحقلية. احنا قاعد نسقي. أثناء السقي راح تقوم عملية وضع السماد. نأخذ كميات من السماد في مقادير ونطشها في هذه الأرض. هذه نوعيات من الرمان، شوف هاي نوعيات من الرمان. وهذه بعض أشجار التين احنا زارعينها معاها. وهاي بعض المحاصيل كل سنة نزرع بانية. راح نضع على هذا السماد اللي شفناه في هذه الأكياس. راح ناخذ هذه الدولكة الصغيرة، نقوم نخلطها مع الداب. تلاحظون حتى يكون هذا الأبيض مع هذا الداب الإيراني الأخضر. يعني هو الداب هذا الأخضر رخيص مقارنة بالعراقي والأردني. يعني هذا الوزن مالته ب40 شي 27 50 كيلو. هذا العراقي الأبيض الكيس تقريبا ب40. اي 40 غالي العراقي الأبيض. شوفوا نيتروجين 46، الشركة العامة لصناعات الأسمدة منطقة جنوب، هاي بالبصرة. لكن إيران قاعدة تنافس الصناعة الأجنبية. ليش؟ لأن أول شيء عندهم اكتفاء، هم اقتصادهم اقتصاد مغلق. اقتصادهم اقتصاد مغلق. كذلك عندهم فارق العملة، ما يعتمدون على الدولار عملية شراء المواد الأولية، كلها يعتمدون على إنتاجهم المحلي. ولهذا بالعملة العراقية مقارنة إلى العملة الإيرانية راح يفرق. تلاحظون عملية الخلط هكذا. نقلنا احنا هسه إلى هذه القطعة من الزراعة وهذه الأشجار. راح نقوم بعملية الرش. شوف هكذا، هاي شجرة النخيل. وهذا شوفون وضعناه أسفل الأشجار. وهكذا نقوم بعملية وضع الكيميائي. لا تنسونا باللايك والاشتراك.